لا، بسم الله. القانون الوضعي نفسه له مدارس وله مذاهب ويذهب الى حد التناقض. لحظه اخي جزاك الله. لا لا معناها لانه افراغ الشريعه من مضمونها بقولها مذاهب وفقه ورؤاه من نقيض للنقيض، هذا كلام معناها كلام باطل يراد به باطل. لان الشريعه الاسلاميه ثبتت المصادر قرآنا وسنة، حتى أن الفقه عرف بأنه العلم بالمسائل الشرعية العملية المستنبطة من القرآن والسنة بأدلتها التفصيلية. أي أن الفقيه حين يستنبط الحكم لا بنزوة ولا بهواول، بأدلة تفصيلية ويرجح الدليل. لذلك هي عملية قانونية بأتم معنى الكلمة، حتى أنهم وضعوا على الفقه ما يسمى بأصول الفقه، فقه الذي يحدد الآلية في الاجتهاد وكيفية الاستنباط وتحديد المصادر، وهو علم عظيم جدا. فيه كتاب المستصفى للإمام الغزالي، فيه المنخول في علم الأصول، فيه الموافقات للشاطبي. نعم، انظر ماذا يقول الشاطبي، هذا تعريف الشريعة. الشاطبي ما يختلف، هذه رحمة، هذه إبداع المسلمين. أن لحظة يا أخي، يختلفون في الفروع ولا يختلفون في الأصول. لا، ولذلك لا ولذلك الدولة حين تطبق تتبنى من هذا المختلف فيه ما يجعل ما تتبناه قانونا ساريا على الجميع مع حق الآخرين في الاختلاف والدعوة لما يدعون إليه. أما التنفيذ يأخذ. لذلك قيلت القاعدة رأي الإمام يرفع الخلاف، أي أنه حين يتبنى من هذا المجموع الفقهي رأيا ينفذه في الناس يصبح قانون. انظر ماذا يقول الشاطبي اللي يستشهد به في المقاصد. قل خواص الشريعة أنها مضطردة عامة ثابتة غير زائلة ولا متبدلة ولا محكوم عليها، ومن قال بخلاف ذلك فهو غبي. إذا هي ثابتة، ما هيش لعبة، ما هيش كلام زئبقي أو كلام يعني في النهاية ينفي نفسه. أنا نسأل إذا كان ثم جانب معرفي مفقود، والأسف خطر التعليم كانوا كله فقه ينفصل عن دين الحياة. نقول إذا كان اليوم يقول لنا السحب الإسلام مطبق في الأغلب الأعم، ما لا ابن علي أدبنا فأحسن تأديبنا، ايش مخرجنا وحنطلب الحكم بما أنزل الله وكلفنا ما كلف هذه الصحوة الطيبة المباركة، معناها من هذه المفاسد وهذه المهالك الكبرى. أنا نقول اليوم يلزمنا نثبت الشريعة الإسلامية بالمفهوم المعرفي باش ما تصبحش نظرة تنطع أو نظرة عامة ونأصلها. لكن والأسف فصل دين الحياة اليوم يتأصل باسم الدين. ناس فصل دين الحياة باسم أنه الحياة يلزم يبدا عليها الدين، وهذا نظروا لها مونتسكيو وغيره. لكن ثم ناس اليوم العمامة ولات تفصل في الدين على الحياة. العمامة يعني رجال دين الآن وشبه علماء وماخذين الصفة الإسلامية يفصل في الدين على الحياة من داخل منظومة الدين، بدعوى أنه الدين خط عريض، مقاصد عامة، خطوط في النهاية لا هوية له. عيب. الإسلام له هويته وشخصيته المعنوية ومنهجه الثابت بالأدلة القرآنية الواضحة. فالصحوة الإسلامية نقول خويا الصحبي تجاوزت هذه الترذيات، تجاوز ترذيات الغرب وترذيات اللائكية والعلمانية، وجدتها لأنها تطرح الآن بديل إسلامي مؤصل مفصل يحقق الكفاية والرعاية بل والرفاه.